ما بتعرفش تعمل حاجة في السر. لا لا لا، مش عشان السر، علشان محدش بقى ايه بقى اصحابها مثلا او اصحاب السوق بقى او الكلام ده. لا اخويا يا اختي تعالي شوفي جوزك بيعمل ايه وكده. لا، مش فاطمه اللي يتقال كده، مش فاطمه اللي تتعامل بالطريقه دي، ومش فاطمه اللي يتدنى مستواها لدرجه انها تسمع كلام زي ده من شويه ناس زي دول. فانا كنت برفض بيني وبين نفسي، فرحت وكنت معتقد ده فيه رحمه لها، لانه لو ما عملتش كده ما هتعرف اكتر. ما يعني لما اللي بيتذمر ما بيخبيش ده، ما هو هيبان على وشك يبان يا بعد ما مشيت هي الله يرحمها، يعني اتضايقت من نفسك ان في المواقف دي كنت ممكن تكون عذبت نفسي 3 سنين ونص سبب عيايا اللي انا اللي حصل لي ده كان بسبب انه انا بعذب نفسي، بجلد نفسي، يعني ان انا ضميرك مأنبك. حاولت اخر سنه بجهد زي قصص روميو وجولييت ان انا اعوضها ده، بس انا عارف اني ما عوضتش لانه الجرح كان جامد قوي. لكن وحاولت جامد ليها وحياتي العيش والملح ان انا اعوضها. وفعلا بقول لك حاجه زي قصه روميو وجولييت والله العظيم، اللي هو وردة حمراء الصبح اول ما تصحى من النوم. ده لما عيت؟ ده لما عيت ولا قبل؟ هي اصلا عيت فتره قصيره قوي، ده من كرم ربنا عليها وعليها. لا لما قررت انك تبقى رومانسي وتعوضها. لا قبليها بسنه لوحدك كده؟ لوحدي خالص، قلت مفيش بقى العك والقرف والزفت اللي انا بعمله ده. وكانت اخر مغامره نسائيه بالنسبه لي مضى عليها بتاع 10 سنين. 10 سنين ماشي زي الصراط المستقيم، لا ببص يمين ولا ببص شمال ولا بعمل ولا عايز اعرف حد ولا حاجه. 10 سنين ماشي عامل كده. 10 سنين دول كانت أميرة موجودة فيهم؟ طب ما يمكن أميرة كانت بتعوض الفكرة. وقبليها ب8 سنين يمكن يعني ما كانتش هي اصلا كانت ايه كمان؟ هي عندها ايمان فظيع بالعيب والحرام واللي ما يصحش. فيعني مثلا يعني انا بنتي مثلا ممكن تعمل معايا نفس الحركه بس من منطلق الغيره. يعني انا كنت رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي في افتتاحه في اللوبي بتاع الاوتيل وضيوف. ما بقاش في مهرجان بعديك خلاص. ما بقاش في مهرجان بعديك. مصيبه ثانيه دي يعني. المهم انا كانت راحت جايه مريم ثاني من هنا كده. كنت بقى بتصور مع مين؟ المغنية مشهورة أوي بتاعت أمانة عيمة نعمة أمانة عيمة. يعني ميكسينج وكانت غريبة أوي ومعرفش راحت فين دلوقتي. مش فاهم هي راحت فين. فبتتصور فقاعدة بقى إيه واخدة راحتها يعني في الصورة معايا. لقيت حاجة بتكلم من هنا وجراني، مش لقيت واحد راجل في سنة مركزة مريم يقف مع واحدة زي دي يتصور بالطريقة دي. عيب يخرب بيتي، فضحتيني قدام الناس كلهم واقفة تتفرج عليا وأنا بتهزق يعني. أنت كنت مبسوط من الصورة؟ كنت فرحان بجد، كنت فرحان. أكيد كل الناس بتفرح جدا، كنت فرحان يعني بطريقة. بس طبعا مكسوف من نفسي اتهزقت يعني شكل غريب. أميرة لا، أميرة كانت تعملها من منطلق حرام. انت راجل متجوز، انت بتبص لدي ليه؟ بجد فاهمة؟ عيب. بس عادي الراجل يتجوز 2 و3 و4. مش كده بالظبط؟
بجد حرين. السردين هو ده كان هو ده كان مظبوط. كنت لسه هقول لك امرأة واحدة لا تكفي. يعني فكرة انك كنت بديك نزوات وكده ومعترف فيها. لا انا عارفة انه ده تكفي. مش هتكفي علشان هقول مش لا تكفي علشان هي مش حلوة او ما فيهاش حاجة. لا 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 الراجل بيحب يغير. ديماندي قوي الحكايه دي. تفاح انا عايز بالظبط كده وعايز رنجه. هو خلقته كده. انا تملي بقول كده. ربنا خلقه. ربنا خلقه عشان يجري بره الكهف مع حربه يصطادوا يبوظ ديناصورات ومش عارف ايه، والست تقعد في البيت. انتوا بتحبوا تبقوا هانترز، يعني انتوا تصيدوا طول الوقت. بس لما الصيد بيبقى في ايدكم بيقع 3/4 الرغبة، صح؟ والله العظيم وحياة دين النبي عندك حق 100%. يعني عليكم لانه الراجل الطفل كارثة. والله علشان كده انت بتقولي لي في اول البرنامج انت بتحب الستات. انا الست دي بالنسبه لي هي اللي علمتني كل حاجه حلوه في الدنيا، سواء امي، جدتي، مراتي أميرة، مراتي دلوقتي، مريم بنتي. بصي مريم قد ايه مريم ناشفة قوي قوي مش هتخيلي قد ايه ناشفة يعني. لكن علمتني وورتني وفهمتني وشوفتني. هي اللي علمتك. أمان بنتك. أمان لما سافرنا بيروت آخر مرة أنا كنت تعبان قوي بقى، يعني رايح وبالذات بقى لما سمعت أنا عندي شريان مسدود الدنيا وهمت أكتر. الدنيا اسودت في وشي. وهي كنت أنا وهي مرفت وابن عمي عاصم واثنين أصحابها بنات من مصر، 7 أنفار في لبنان. فهي اللي كانت ماسكة قيادة فريق. أنا في وقت كنت ماسك قيادة الفرع كنت هداف في السنة. لكن دلوقتي وأنا عندي حاجة 60 سنة مش نسيت بس يعني انتعفت، يعني همت شوية مش زي الأول طبعا أكيد يعني. لأن هي يعني ده طريقة مبتكرة بقى، طريقة جديدة يعني طريقة الألفينات يعني القرن 21. كنت